تدري شيء، نبدأ بالعين الحارة وهي أصعبها من ناحية الصوت يا دولة المنافق. يا دولة المنافق ناحية الصوت. شوف، العين الحارة تبدأ بماذا؟ بحسد يدخل من حبة العين فيسكن الرأس. أولا تأتي الشقيقة ويأتي ضباب في العين مرة على مرة، وبعد تأتي الخلعة، وبعد الخلعة ما يأتي القولون العصبي، والقولون العصبي ما يحدث فيه الإمساك، وبعد الإمساك الغازات تصعد حتى القلب، وبعدها الوسواس القهري وهو الخوف من الموت، وبعدها ماذا؟ الهروب من المجتمع، حب الظلمة، الخوف من الموت، الاكتئاب، الأرق، الغضب لأتفه الأسباب. هذه العين الحارة. الثانية خادم السحر، تنسل الشعر تنسلا كاملا، الشعر يهبط تنسل ليس بالمس، تمس الشعر تهبط كلها عندك خلاص. هذه عين حارة. ماذا؟ رؤية الأفاعي في المنام، الأفعى عضتك، الأفاعي. الثانية. الثالثة تجد علامات زرقاء على الفخذين أو سوداء أو حمراء. ألم في المعدة في الجهة اليسرى يأتي ويذهب. النفور من الزوج، حب الظلمة، فهمتم؟ المشاكل في البيوت، حتى الأطفال، المشاكل حتى بين أولادك، ضيق في الرزق، فهمتم؟ الجن العاشق ما هو؟ الجن العاشق يسكن الرحم، يدخل عن طريق معصية، إما عن طريق مرآة أو تبرج أو دخول بيت الخلاء بدون أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الاستحمام بأن لا تسمي الله، أو النظر إلى المرآة ولا تسمي الله، فيدخل الجن العاشق. وأين يسكن؟ يسكن الرحم. والجن العاشق أو خادم السحر إن يدخل معه خدام، والخدام من هم؟ من شر النفاثات في العقد، تجد آلام في الرأس، في البطن، في الكتف، هذه كلها عقد. ومن أحلام ذئاب، كلاب، قطط ذات كل لاب، وجود علامات زرقاء على الفخذ.